بعد الفوز 2-1 على الافيش رح اختار مين كان افضل ثلاث لاعبين واسوء ثلاث لاعبين من ريال مدريد. اعطوني مساحتي وتابعني. بالبدايه نحكي على السريع على مستوى اللاعبين. نبدا بكورتوا. الهدف اللي دخل عليه ابدا لا يلام عليه فعليا. كورتوا عمل تصدي واحد وكان تصدي لهدف محقق الافيش. انا جدا معجب بالمستويات اللي عم بيقدمها اسينسيو بالفترات الاخيره. عم يرجع لمستواه السابق بل عم يتحسن. الهدف الاول لريال مدريد اتى بعد ما اسينسيو قطع فرصه خطيره لالافيش. لازم نقتنع انه روديجر خلاص انتهى تماما. روديجر كان كسر التسلل بهدف الافيش. روديجر بينه وبين الدفاع بل بينه وبين كرة القدم فعليا بلاد حاليا. فالفيردي بصراحة ما قصر لا بالهجوم ولا حتى بالدفاع. حتى نهاية المباراة تحول لظهير ايسر. شكرا فالفيردي. اول مباراة لاعب الكاستيا فالدي بينس بصراحة افضل من غارسيا وافضل من مندي. مبدئيا قدم مباراة جيدة جدا بصراحة. الوعي الدفاعي عنده جدا عالي اكثر حتى من روديجر. لحد الان عند رايي ريال مدريد حتى يتحسن خط وسطه لازم تشواميني ما يلعب بصراحة. تشواميني نعم كان عم يتحول كقلب دفاع ثالث واحيانا بنشوفه بالوسط ولكن ما كان له فائدة كبيرة في الملعب. جولير من وقت ما رجع بيلينغهام وهو ضايع بصراحة. قدم مباراة سيئة. الونسو لازم يتفهم انه اردا جولير افضل بمراكز متقدمة مش متراجع. بيلينغهام كان شايل خط الوسط كامل لوحده. عم بيسوي كل شيء فعليا. واحدة من افضل مبارياته هذا الموسم. كان عم يلعب كلاعب رقم 8 واحيانا كلاعب رقم 10 والنتيجة بيلينغهام كان ممتاز في صناعة الفرص. كان ممتاز في عملية البناء وتوزيع اللعب. بيلينغهام كان رائع من دون كرة وبأدواره الدفاعية. بيلينغهام كان جدا ممتاز بالصراعات. صدقا انا مليت من مزاجية فينيسيوس بصراحة. أكثر لاعب خسر كرات أكثر لاعب خسر صراعات ولكن فجأة بآخر 10 دقائق بالمباراة صحى فينيسيوس صنع هدف تسبب بركلة جزاء صحيحة ولكن ما احتسبها الحكم. كيليان عالمي بأول مباراة بعد الإصابة ما قصر وسجل هدف خارق. بالنسبة للبدلاء ماستانتونو وغونزالو غارسيا بيستاهلوا فرص أكثر. دياز قدم دقائق ممتازة وكان خطير بصراحة. صدقا أنا افتقد لتمريرات هاوسن وجوته في عملية البناء. بالنسبة للأسوأ بالمركز الثالث رح اختار تشواميني. الثاني فينيسيوس والأول روديجر. أما بالنسبة للأفضل بالمركز الثالث رح اختار كيليان مبابي. الثاني رودريجو والاول بيلينغهام.